لو انت واحد من سكان القرى او الريف فالفيديو ده ليك. للاسف الناس اللي عايشه في القرى بيعانوا من حاجه واحده بس، وهي انهم فيهم ناس كده ما بيسيبوش بعض في حالهم. يعني مثلا لو انت ساكن في قريه او في ريف هتسمع حاجات عن نفسك اول مره تسمعها، هيتقال كلام على لسانك انت نفسك ما قلتوش. هتلاقي في ناس كده فيهم بيحسدوك على اي حاجه حلوه معاك. عارف لو انت بتغرق مش هيبصوا انك بتغرق، لا هيبصوا انك ليه رحت البحر، اكيد رحت عشان تتبسط. في مقوله كده اسمع كده بتقول لك ايه: لا تسكن الريف فيضيع علمك، من اراد العلا هجر القرى، فان الحسد في الارياف ميراث. يعني ببساطه لو انت ساكن في قريه وعندك حلم وعايز تحققه، من الافضل انك تسيب القريه، لان الناس مش هتسيبك في حالك ومش هيشجعوك. المقوله بقى اللي انا قلتها من شويه دي مين اللي قالها؟ قالها الامام مالك للامام الشافعي تقريبا من حوالي 1200 سنه، ولحد الان للاسف الوضع زي ما هو لسه ما اتغيرش ومش هيتغير، لان دي صفه متوارثه في المجتمعات المغلقه او المجتمعات اللي هي الضيقه زي القرى او الريف. رغم انك هتلاقي في الريف كده مجموعه من الناس فيهم صفات حلوه صعب ان انت تلاقيها مثلا في اهل المدن، زي الشهامه والجدعنه والطيبه، لكن الاغلبيه فيهم حاجات تانية لخصها ابن خلدون في جمله وقال لك: قال في سكان الريف يبحث سكان الريف عن متاع الدنيا ولكنهم لا يطلبون سوى ما يحتاجونه او الضروري منه فقط. واخد بالك؟ الضروري منه فقط. يعني انت لو مثلا ساكن في الريف وعندك طموح او فكر معين نفسك تعمله، وهو الفكر ده او الحاجه دي اعلى من الحاجات اللي هم بيفكروا بيها، هيحسوك شخص مختلف وهيخلوك تفقد الثقه في نفسك لدرجه ان انت تحس ان انت مختلف عنهم، وهتحس ان العيب فيك انت، لانهم ببساطه ما يعرفوش غير الضروريات وبس. عشان كده هيشوفوا مثلا طموحك واحلامك حاجات عبيطه صعب تحقيقها، لدرجه ان انت هتلاقي ناس فيهم يفضلوا يكرهوك فيها لحد ما تفقد الثقه في نفسك. لو انت ساكن في قريه اعرف انك طبيعي تلاقي الناس كلها مركزه معاك وعايزه تعرف اخبارك اول باول، وطبيعي انك اي حاجه حلوه هتعملها هتلاقي ناس فيهم كتير جدا بتبص لك بحقد شديد لانك اتميزت عنه. هو ده طبيعي يحصل في اي مكان، لكن في القرى والريف بالذات هتلاقيه بكميه كبيره جدا، لان الريف والقرى مجتمعات مغلقه او صغيره مقفول عليها، فصعب ان انت تداري على شمعتك فيها. وللاسف ده بيخلي الناس اللي عايشه في الارياف تعاني من حاجات كتيره جدا، زي المقارنه في كل حاجه: الشكل، الاكل، الشرب، اللبس، المكسب، الجواز. حتى الجواز هتلاقيهم بيقارنوا جوازتك بجوازه حد تاني، زي مثلا الذهب او العفش او ال50 مليون ملايه اللي مش عارف بنت خالة فلان جابتها. حتى اكلك وشربك، مواعيد خروجك، مواعيد رجوعك، بتاخر ليه، بيرجع بدري ليه، قاعده في البيت على طول ليه، بتروح لامها كتير ليه، بتطبخش، لا دي جوزها مريحها، لا ده بص ده الست دي جوزها مطلع عينها، ترى مخلفه كام عيل، طب ولاد ولا بنات. كل تفصيله من تفاصيل حياتك وخططك وافكارك حتى طموحاتك، كل ده بيكون ملك للي حواليك. وبقى لو حاولت تداري على حياتك او حتى تاخد جانب كده هتلاقي نفسك بيلوموك، بيتهموك انك متعالي عليهم او انك خبيث ومش صريح. عايزك تعرف ان هو ده القانون الطبيعي في الارياف. انا بقول كده عشان احاول ابين لك طبيعه المجتمع الريفي، نعرف الناس هنا في الريف انهم ما يركزوش مع حد ولا يحسدوا حد ويسيبوا الناس في حالهم، وعشانك انت كمان لو انت عايش في ريف تفهم طبيعه المجتمع الريفي وتعرف تتعامل معاه. وبالمناسبة انت بقى او انت لو عندكم حلم معين حاولوا ترجعوا لوصية الامام مالك للامام الشافعي اما قال له: من اراد العلا هجر القرى فالحسد في الارياف ميراث. واخيرا رسالة للناس اللي في القرى او الارياف اللي احنا اصلا معظمنا منهم: ما تحسدوش حد على النعمة اللي في ايده، لان انتوا ما تعرفوش هو تعب قد ايه علشان النعمة دي تبقى معاه. ما تقللوش من حد ولا من طموحه، ما تتكلموش على حاجة طالما انتوا ما شفتهاش. سيبوا كل واحد يعيش حياته بطريقته اللي هو بيحبها. من الاخر سيبوا الناس في حالها، مالكوش دعوه بقى بمين اتجوز، مين خطب، مين طلق، مين خسر، مين كسب ايه، مين عمل ايه، مالكوش دعوه بحد. سيبوا كل واحد في حاله، بس كده.